اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. مساء الهنا والسكر والسعادة يا حبيبي، واللي يشوف الفيديو الصبح يبقى صباح الهنا والسكر والسعادة على عيونه. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين يا حبيبي، أنا معايا كوارع زي الفل. أنا غسلاها بمية سخنة وبخل وبليمون وبملح. غسلاها بمية سخنة يعني جامد يعني. زي ما انتم شايفين بيضة زي الفل، لسه بتطلع بخار كمان من المية السخنة اللي أنا كنت غسلاها بيها. الحتة دي طبعا مش عاجباني كده، هنشطفها تاني. وطبعا حطيت الحلة على النار وحطيت معلقة زيت صغيرة، بس عشان خاطر لما نشوحها ما تلزقش مني في قعر الحلة وكده. انا بنشوحها بقى التشويحة المظبوطة دي، بنحط عليها معلقتين خل زي ما انتوا شايفين، وهنغطيها ونسيبها زي 10 دقايق كده ونرجع لها تاني. كل شوية نقلبها كده نعملها بالحلة كده، نهزها بالحلة. زي ما انتوا شايفين بنصفي المية اللي بتنزل منها اهيت، بنقلبها كده اهيت. اي سوائل بتنزل منها وانا مشوحها بنرميها صراحة. حبيبي يا رسول الله. نقلبها كويس. معايا ورق رولي، معايا حبهان، وطبعا جوزة الطيب وفلفل اسود. وهننزل طبعا مية سخنة. المية اللي بننزل بها ديت يا جماعة مية سخنة اهيت. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. انا بنضيف المية بتاعت الكوارع كلها مرة واحدة، علشان خاطر مش كل شوية ان انا نزود، عشان هي بتقعد مسافة على النار صراحة على ما تطيب. زي ما شفتوا كده انا كنت حاطة اللبن بنغليه على النار ومولعة على الفرن. هنعمل رز معمر جنب منه. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا عبارة الرز معروف اننا ما نملاش البرام جامد عشان خاطر ما حبيبي يا رسول الله، ما الرز يطيب معايا. معلش عفوا يا حبايبي. ونقلب الملح كويس اهو زي ما انتوا شايفين. معايا طبعا الكورة على النار اهيت بتغلي. هننزل طبعا بالطماطم، ضربت طماطمتين في الخلاط، ونحاول ان اني نصفيهم بس من البذر وقشر الطماطم عشان الشوربة تكون صافية وجميلة. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ان شاء الله تعودوا لها بخير يا رب. طبعا معايا الحلة دي حطيتها على النار. معايا معلقتين دهنة، هننزل بمعلقتين زيت. بصلة قطعها زي ما انت حابة. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. ربع معلقة كركم. ومعايا طبعا ملح وكمون وفلفل اسود ومكعب مرق الدجاج، بس ما فيش غير كده. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. اهوت قطع الدهنة محمرة وجميلة فيها كده، تديلها طعم حلو. حتى لو انت عاملاها سادة مش عاملاها بلحمة ولا حاجة بتكون جميلة صراحة، ما شاء الله، زي ما تكون حاطة عليها لحم. طبعا البسلة دي كانت متفرزة معايا ماشي. وكيس الطماطم دي من اللي انا عاملاه امبارح كان في الفريزر، هننزل بيه طبعا. طبعا البسلة ساقعة والصلصة ساقعة، هنسيبها بس تاخد وتدي مع نفسها كده، وبعدين نزودها طبسيتين شوربة من شوربة الكوارع، تكون تحفة صراحة. طبعا هنا هنعمل الدقة بتاعت الفتة بتاعت الكوارع. حطيت معلقتين زيت، ونزلت عليهم بمعلقتين توم مفروم. هنزل طبعا بنص كوب زي 3 4 معلق خل كده. وهننزل طبعا معلقتين صلصة زي ما انتوا شايفين. انا نزلت طبعا بمعلقتين صلصة على الدقة وكده. هناخد كمان طبسية شوربة ننزل عليه، هنضيف لها معلقة هنا هنحط قرنين شطة سبايسي حسب الرغبة، وهنا فلفل اسود. وطبعا زي ما انتوا شايفين حبة ملح صغيرين، معلقة ملح كده صغيرة.
اهوت. وطبعا معايا الكوارع هنا حطيتها طبعا في السرفيز الحلو ده. هناخد شوية من الدجة نحطهم عليها عشان هندخل الطاجن دي ان شاء الله هندخله الفرن، ندخل الصينية دي الفرن. هنضيف كمان اهوت زيت وبسيط شوربة كمان. اهيت الكوارع بعد ما استوت معايا هندخلها طبعا الفرن، نسيبها في الفرن زي 10 دقايق كده. بنعمل الفتة طبعا دي عيش فلاحي وانا مقطعاه كده ومحمره، ونزلت بشوية شوربة على حبة خل وتوم. ماشي حبيبي يا رسول الله. وهنا طبعا ده غدانا الجميل النهارده يا جماعة. زي ما انتوا شايفين معايا رز معمر، زي ما انتوا شايفين هنا طبعا الكوارع زي الفل، وشوربة الكوارع والفتة ماشي عليها الدجة بتاعتها، وتبصيل الدجة جميلة اهيت والبسلة. ودي غدانا النهاردة. وما تنسوش اللايك وتصلوا على حبيبي المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتوا طيبين، ان شاء الله تعودوا بخير. حبيبي يا رسول الله. شايفين يعني الصينية بتتكلم عن نفسها، يعني كوارع زي السكر صراحة.